أهلا بيكم وموسم جديد من برنامج فار على الفطار. في الموسم الثاني من فار على الفطار، هدف البرنامج تصحيح مفاهيم أو عمل مقارنات بشكل سليم، كمان حل مسألة أو جدل بين طرفين مختلفين. ضيف الموسم ده ممكن يكون رياضي، فنان، ممثل، منتج، إعلامي، رجل أعمال أو عالم. ضيف حلقة اليوم الفنان والمؤلف شادي مقار. المؤلف ممكن يكون بيشتغل كذا حاجة، في مؤلف دراما، في مؤلف قصص، يعني هي اسم أعم أو أشمل شوية المؤلف. السيناريست ده حد بيدرس سيناريو وحوار وبيكتب أفلام، مسلسلات، يعني دراما، مؤلف دراما. طيب أنا هحكي قصة صغيرة. احنا اتدربنا بالفن واحنا صغيرين جدا، اشتغلنا مسرح كتير، اشتغلنا حاجات كتيرة واحنا صغيرة فن. في نفس الوقت كنا بنبني منظومة تانية كمجموعة من الشركات، ابتدت بشركة. فالمنطقتين دول أثروا بعض أو أثروا على بعض، وكان ليهم تأثير قوي جدا. إنك أنت لما درسنا مانجمنت ودرسنا بيزنس، كنا بنحاول نغير المنظومة الإنتاجية ومنظومة الفن إلى منظومة مدروسة، إلى شركة، إلى كوربريت، إلى انتيتي. فده طبعا الموضوع كان اكتر تنظيما، وكان بيدخلنا في مغامرات كتيره محسوبه من وجهه نظر الناس، كانت مغامرات ولكن هي ليها علاقه بعلم الاداره والنتائج والفاينانس ودراستنا كشركه. اولا المنتج عباره عن راس العمل، وهو توب اوف ذا هيراركي. تحتيه مجموعه من اداره الانتاج. إدارة الإنتاج بيبقى فيها حد مهم جدا اسمه منتج فني، في لاين بروديوسر، في بيبقى في مساعد إنتاج، في مدير إنتاج. فهو مجموعة مصطفاه عندهم خبرة الإنتاج، اللي هي مجموعة بلند أو خلطة من الفن وإدارة الفن أو الكريتيف بيزنس. المنتج نقول سي او أو ما يعادل سي او أو رئيس مجلس الإدارة، تحتيه مدير عام. المدير العام اللي هو المنتج الفني. المنتج الفني المفروض يدير كل ما يختص بالعمليه بتوجيهات السي او او المنتج. المنتج بيبقى عنده فكر، بيبقى عنده حاجات عايز يعملها، بس المنتج الفني هو فيزيكال بتاعه اكتر. المنتج هو المايند سيت، هو اللي بيتحكم، والكرييتيف والبروجكت وثقافه المشروع نفسه. إدارة المشروع بتبقى أكتر مع المنتج الفني. لا، بيخسر لو لم يتم دراسته، لو ما كانش في مشروع حقيقي. مش بس زي أي منتج، هو لو ما فيش كونسومر بيهيفير، وحد دارس سلوكيات الشريحة المستهدفة وحدد شريحة مستهدفة وابتدى يشتغل، لا طبعا هيخسر. وخصوصا المشروع ده لو مش محسوب بالاكزيت بلان بتاعته، ايه اللي هيحصل، وات اف. فطبعا لا، هو مشروع يكسب او يخسر على حسب الاداره. المنتج هو اللي بيدير، هو صاحب الفكره، هو صاحب المشروع، هو واخد الريسك، هو بيحط الانفستمنت طبعا، بس هو التوزيع بيشارك في الانفستمنت. يعني المنتج المفروض يبتدي يدور على جهات من توزيع و يبتدي يحقق بيها الامان المالي للمشروع. لكن لازم طبعا يكون هو مع السبورت، مع الفاينانشال كابابيلتيز او القدرات الماليه، انه يبتدي مشروع. لانه لو حس انه ما لقاش الناس كتوزيع عندها قابليه، ده طبعا يخوف المشروع نفسه. لا، قادر اقيم طبعا، لان انا عندي مشروع من الاول، انا ما دخلتش كده. طبعا انا دخلت وانا عمري اوفر 50 تمثيل، وكان عندي قناعه ان انا بعمل مشروع كبير بعد اول تجربه اللي انا كانت جت بالصدفه، يعني بترشيح مخرج الاستاذ عادل اديب، وعشان الفيزيكال بتاعي بالصدفه لقيت نفسي بمثل. يعني حبيت اصلح التجربه دي بانه ما اخدهاش فور جرانتد ان انا بعرف امثل، لانه الموضوع محتاج دراسه. ابتديت احط المشروع وست الاهداف بتاعتي، وابتدي اشتغل على نفسي وابتدي ادرس. وطبعا خدت فتره صعبه جدا
بقالي سنه ونص بدرس دراسه اكاديميه، مع ان طبعا مع خبراتنا الانتاجيه كنت فاكر ان انا عارف يعني ايه ممثل، لكن قدام الكاميرا طلع موضوع تاني خالص غير خلف الكاميرا. ده خلاني صح التجربه بالدراسه وان انا اثقل ده، والحمد لله يعني اعتقد هسيب الراي للناس يعني يقولوا اذا كانت التجربه كانت ناجحه ولا لا. اساس السينما والدراما الفيدات والهيرو او الجام بريمير. فطبعا كله عايز يبقى في المنطقه بتاعت جام بريمير، وده اللي بالنسبه للممثل، وبالنسبه للممثله عايزه تفضل طول الوقت في الفيدات. ده بيخليهم عندهم صراع ان دايما عايزين يصغروا. فلو اتعرض عليه جد ولا اب ولا بتاع يبتدي يقول لك لا انا عمري الفني بيخلص. وده اكبر غلطه، لانه دايما انت تقدر بحيويتك انك انت تاخد دور اب وترجع تاني تاخد دور عادي وترجع، لان الممثل اساسا عامل زي الصلصال او العجينه، يقدر يتشكل ويقدر يتلون بكذا طريقه. ده كاركتر ديزاين، يقدر يرد طول الوقت، انه يقدر يعمل كمان على المستوى العمري. يبقى الوقت اللي بيعمله طبعا مش هيعمل واحد بتاع 20 ما يعملش حاجه بتاعت 40، لكن يقدر يتحرك بمارجن انه في نفس السن ده ممكن يكون بيحب ويتحب، وفي نفس الوقت يقدر يروح لمنطقه الجراند. انا هقول لك حاجه مهمه جدا، نجاح الممثل في وعيه. يعني عشان تفضل تبقى وتخش يبقى ليك مكان ويبقى ليك صداره، لازم بتكون عندك مستوى من الوعي. الممثل لو ما عندوش الوعي والذكاء الكافي هتلاقيه انه مش قادر يحقق الخطوات المناسبه في التوقيتات المناسبه. هنا اقول لك انه ماشي راندوم، ما عندوش وعي بانه ازاي يسوق نفسه، ازاي يحط نفسه مشروع، ازاي هيشوف ايه الخطوه اللي جايه، ازاي يعدلها. فطبعا ده بيأثر. في كتير عندهم مشروع، بس ده دايما بيبقى لما يكون اكبر سنا، لانه محتاجه مذاكره ومحتاجه مستوى وعي ومحتاجه يكون في نضج فني، مش سن. النضج مش منوط بالسن او مش مربوط بالسن. لازم يكون لا في وعي، وده يحتاج الوعي، ده يحتاج دراسه، والدراسه دي ممكن تحطه في منطقه انه يقدر ازاي يبقى عنده الوعي الكافي. مين اللي عنده مشروع من عنده وعي؟ كتير عندهم وعي وكتير جدا ما عندهمش اي حاجه. لا، هو العمل الجيد بيفرض نفسه في الاخر. ممكن حاجات تاخد كوموفلاجيه كده، لا بس لا يمكن يكمل. العمل الناجح لازم يكون اساسه قوي، اساسه ورق، اساسه مواهب حقيقيه من اداره العمل، المخرج، المنتج، الممثل. كل دي ناس عندها مواهب، ولو هي مش موهوبه او عندها خبرات وموهبه وعلوم او تجارب سابقه محترمه، لا عمر ما السوشيال ميديا هتنجح عمل مش حقيقي. هو مش قادر يعرف اذا كان موهوب، في ناس ما بتعرفش اذا كان موهوب او موهوم. واللي يعرف انه موهوب ويتاكد لازم ناس تحكم عليه، ولازم مشروعه اللي يحكم عليه فيكمل، ما يبقاش يبقى موهوب اتقال له موهوب يبقى هو موهوب. ده حكم الجمهور تماما. موهوم لازم يتراجع جري ويجري ويعرف ان هو مش مشروع ومش موجود. لا، النهارده السوشيال ميديا طبعا، بس خلي بالك انه موضوع السوشيال ميديا دي موضوع حساس جدا، وخصوصا تاثيره السلبي او الايجابي على الفن. التاثير الايجابي، في ناس طلعت كتيره جدا من السوشيال ميديا مثلت، في من يستحقوا، وفي ناس بيسعوا. بعض القائمين بيحاولوا ياخدوا الاكسبوجر او اللفت الجماهيري على السوشيال ميديا، ان يبتدي يحصل حاله متابعه للعمل الفني، ودي خطره جدا. لان في ناس بتطلع بتاخد ترند، او ممكن النهارده اخد ترند بسهوله، والترند ده يكون ضار، واخده اخليه يمثل هيضر العمل الفني. انا رايي ده هيبقى ضار جدا للعمل الفني، ولا عكس. لو واحد قدر يعمل حقق جماهيريه بان الناس شايفاه موهوب في حاجه، عنده تالنت، ودي الكلمه الفارقه. هل اللي على السوشيال ميديا ده اللي متصدر لي على الشاشات، هل هو موهوب وعنده تالنتس؟ والتالنتس دي محتاجه تتحط في ميديم زي البرودكاست اللي بيشوفوا بيوت كتيره جدا،
ولا هو واحد طلع بإفيه ولا عمل حاجة ملفتة وهنبتدي عشان عمل 3 4 مليون ولا 5 مليون اخده اعمل بيه. انا شايف انه لفت كوموفلاج مش حقيقي للعمل. في 10 مليون موهوب في مصر و10 مليون موهوم.